من أكثر منتخب حسيت أنه هو مفاجأة في هذا الدور كابتن فتحي؟ بالمنطق أكثر منتخب بالعالم حسه مفاجأة، مش أنا حسيتوش مفاجأة، والمغرب للأمانة. لأنه شوف 8 مجموعات زاد ترشحوا للدورة الربع نهائي، 8 الأولانيين بتاع كل مجموعة. فما منطق لأول مرة في التاريخ 8 الأوائل بتاع كل مجموعة هم اللي ترشحوا للدور إلا مجموعة وحيدة، كرواتيا اللي هي فيها المغرب، مجموعة اليابان وإسبانيا اللي خرجوا منها الزوز. اليابان وترشحوا الكرواتيا والمغرب. لا ترشح هذيك، ترشح الأول والثاني. معناها قمة المنطق نتاع ما أنجزه كل فريق. وبالتالي العالم يتحدث عن مفاجأة. أنا كنت نتفرج توا في عديد القنوات الأجنبية يتحدثون الكل على مفاجأة المغرب. المغرب صح عليها، معنا ما ربحتش مقابلة، راهو ما هيش مجرد مقابلة كرة قدم. بلاد المغرب ربحت أنه في العالم الكل يتحدثوا عن المغرب. أحسن حملة إشهارية للمغرب جات من عند فريق كرة القدم. إذا مرة حتى مفاجأة، بالعكس حتى مفاجأة إطلاقا. حتى المغرب أزيد تعرف اللي المغرب 4 مقابلات ضد الثاني في وصيف كأس العالم في 2018، الثالث في كأس العالم كندا وإسبانيا وما أدراك. في بالك المغرب قبل الهدف، ال4 مقابلات قبل الهدف، والهدف بنيران صديق، مش حتى وضد شكون؟ ضد المنافس هو كندا، معناها ضد الفرق الاخرى. كيفاش نجم نتحدثوا على مفاجاه؟ علاش نقصوا من قيمه المغرب؟ علاش نقصوا؟ مش نقصوا من قيمه المغرب، هو احتقار العرب، لانه مستانسين العرب. لأنه بصراحه احنا ما عندناش يعني بالضبط، احنا ما عندناش تجارب في الادوار المتقدمه. للمغرب اليوم اول منتخب عربي يوصل للدور الربع النهائي. بمدرب كابتن فتحي شوف يا سيدي، بمدرب عربي خذا الفريق قبل 3 ولا 4 اشهر. شو يقول؟ عمل تصريح ياسر عجبني لانه حلو ياسر، ويعطيك فكره على اللحمه اللي تخلقت في الفريق المغربي. يقول لك انا عندي لاعبين اليوم في 26 شكون مولود في فرنسا، شكون مولود في ايطاليا، شكون مولود في هولندا، شكون مولود في انجلترا، شكون مولود في اسبانيا. عملت منهم ميلك شيك وكان عصير بنين. شوف القوه نتاع المدرب كيف راهو المدرب. انا متاكد انه وحيد علي لوزيتش اقوى من وليد الرقراقي على المستوى ربما الفني والتكتيكي والتجربه. وحيد علي لوزيتش رشح الناس كل كاس العالم. وين كل مره اللي يرشحوا قبل بشهرين يقول له برا ما تمشيش. دونك المشكله فيه هو. دونك نجم يكون مدرب كبير، ولكن الكوره هنا نتكلم تحت رقابه معز عايش وعاش. الكوره راهو مدرب، مش انترينمون برك، مش تمارين برك، مش فنيات برك. علاقات، كيفاش تاخذ المجموعه، كيفاش تحكي معاهم، بنى اسلوب تحكي معاهم، تحسهم علاقه ثقه معاه ولا لا. خلينا بنسال معز على حاجه، رهبه